خليني أسألك سؤال صريح. هو ليه أول ما بتهدي وأول ما بتبطلي تفكري فيه أو تبعتيله، أول ما تبتدي تكملي حياتك بشكل طبيعي يبتدي يظهر بقى بشكل رسالة، اتصال، صدفة غريبة بتشوفيه في حتة وانتي بره، وتقولي لنفسك طبعا أول حاجة أكيد لسه بيحبني. بس اسمحيلي أقولك الحقيقة النفسية اللي محدش ممكن يكون قالها لك قبل كده. اللي بيظهر أول ما بتبتدي تنسيه مش دايما بيكون عشان هو لسه بيحبك، أحيانا علشان هو خايف. أيوة خايف. في علم النفس بنشوف النمط ده كتير جدا، خصوصا في العلاقات الغير مستقرة. في أشخاص ما بيعرفوش قيمتك غير أول ما تبعدي. ليه؟ لأن وجودك المستمر مريح، مضمون، ما فيهوش تهديد ليهم. لكن غيابك الهادي بيعمل لهم قلق، مش شوق، قلق، فقدان السيطرة عليكي. الأستاذة ميم 38 سنة جات لي العيادة، كانت في علاقة رايحة جاية بقالها 3 سنين. كل مرة قرر تقفل الصفحة، تختفي، تركز على شغلها وتبطل تبعت. في مرة من المرات لما عملت ده وقعدت أسبوعين، بعديهم بالظبط ظهر. ابتدى بقى يقول لها كلام حنين، يفكرها بالذكريات الجميلة، يوعدها وعود فارغة. ولما رجعنا للتاريخ ولا مرة رجع وهو جاهز. دايما كان بيرجع علشان يطمن انها لسه موجودة. فميم كانت بتغذي احساسه بالامان من غير ما تاخد اي امان حقيقي منه. اخطر حاجة في الرجوع ده مش الشخص، خطر في اللي بيحصل جواكي كل مرة بترجعي له. بتكبري الشك واللخبطة وجلد الذات والأمل اللي تقريبا بيكون كذاب. العقل بيقولك مش كويس، ولكن القلب بيقولك يمكن المرة دي هيتغير أو هيكون مختلف. وده اسمه تروما بوندنج، ارتباط بالوجع مش بالشخص. من كتر ما العلاقة فوق وتحت وفوق وتحت وفوق وتحت، اتعودتي انها تكون فوق وتحت، فحصل لك ارتباط شرطي ان الاحساس بعدم الامان والاستقرار اللي موجود بقى هو ده اللي مترجم جوه عقلك انه حب، ولكن هو مش حب، هو ارتباط بالوجع مش بالعلاقة او الشخص نفسه. الأستاذة هي برضو جاتلي علشان تعمل جلسات فردية، 37 سنة، ناجحة جدا جدا ومسيطرة على معظم الحاجات في حياتها إلا العلاقات. دايما بترتبط بأشخاص بيختفوا ويرجعوا تاني، ويختفوا ويرجعوا تاني. ليه؟ لأنها اتربت على إن الحب معناه انتظار وقلق ومجهود. فلما حد ثابت بيقرب منها بتتلخبط، بتبتدي تحس بالملل. لكن اللي بيظهر فجأة ويختفي بيدوس على نفس الجرح القديم اللي هي متعودة عليه أصلا، فالموضوع بيبقى مريح بالنسبة لها. واحنا ياما نحب نقعد في دايرة الراحة حتى لو هي مؤذية لينا، ولكن مش كل اللي بيوجعك تحبعات. بتحبي الحاجة اللي مألوفة فقط لا غير. خليني أقولك حقيقة كده بوضوح، اللي بيختفي وقت احتياجك ويرجع وقت التعافي بتاعك مش شريك، ده اختبار، وبيسيبك كل مرة أضعف شوية وأكتر شك في نفسك حبتين 3. ف3 أسئلة تسأليهم لنفسك وحطيهم بالخط العريض على ورقة قدام عينيكي. هل رجوعه المرة دي هيكون ثابت ولا مؤقت؟ هل في أفعال تثبت الكلام اللي هو بيقوله ولا مجرد كلام معسول على الفاضي؟ هل وجوده بيخليني أهدى ولا أكون متوترة باستمرار؟ ولو الإجابة لأ في كل ال3 أسئلة دي، أعرفي إن ده مش حب، ولا اللي انت بتحسيه ليه اسمه حب. أهم سؤال مش ليه رجع، أهم سؤال ليه أنا لسه بتأثر بوجوده وبرجوعه. وطبعا أكيد ده مش ضعف منك،
ده جرح محتاج انك تشتغلي عليه. لو النمط ده عمال بيتكرر معاكي في حياتك، انتي هنا مش محتاجة قوة، انتي محتاجة وعي وحدود وعلاج نفسي حقيقي. لو حاسة ان انا اقدر اساعدك، لينك حجز الجلسات موجود في اول كومنت تحت الفيديو. هتفهمي في الجلسات ايه اللي بيجذبك للنوع ده من الرجالة، وازاي تقفلي الدايرة دي نهائيا وتبطلي توجعي نفسك بايديكي. الشفاء مش انك تنسيه، الشفاء انك ترجعي لنفسك.